كشفت الفنانة هند عاكف كواليس محاولة منعها من دخول مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 44 بحفل الافتتاح، وذلك أثناء استضافتها ببرنامج نص الكلام المذاع عبر فضائية النهار. وقالت هند عاكف باكية: ينفع الكلام ده مع فنانة بتشتغل وهي عندها 4 سنين؟ أنا كنت بدخل المهرجان ده والدعوة بتبقى في العربية. الدعوة كانت من زميل مش هذكر اسمه، قال لي: يا هند أنا شفت الفيديو بتاعك وانت عايزة تروح المهرجان. قلت له: أيوة أنا عايزة أروح. قال لي: أنا مش هروح، عندي ظروف ومسافر، أنا هبعتلك دعوتي، معرفش بقى فيها في أسامي أو مفيش أسامي. قلت له: أوكي. قال لي: بس ما تبلغيش حد اني اديتك دعوة عشان هما ممكن يبعتولك دعوة، لو بعتولك دعوة هاتيلي الدعوة عشان ممكن اديها لحد تاني. وتابعت: يومها انا نزلت كنت ماسكة الفستان وكنت نازلة بالدعوة من البيت، انا دمعتي نزلت دلوقتي عشان صعبان عليا تاريخي وتاريخ عيلة عاكف اللي انا شايلاه طول عمري ومحافظة عليه. يقوم المنظمين يعملوا كده، وكان في لازم اوارد يتاخد، انا معرفش راحت فين الدعوة. ولقيت نفسي وصلت، قلت استحالة يعملوا معايا موقف زي ده، لازم يدخلوني او يتصلوا بالادارة جوه وهيدخلوني من غير مشاكل. انا ليا تاريخ بجد، انا مش بهزر، ايا كان كبير او صغير انا ليا تاريخ وليا وضعي واعمالي الفنية المحترمة، بغض النظر اني بعدت شوية وليا تاريخ ايضا في الفترة اللي بعدها. انا ما بعدتش عشان اتفسح، انا كنت بعمل حاجة لصالح بلدي وللمواطن المصري. واستكملت: انا هعتب على الاستاذ حسين فهمي كرئيس مهرجان مش كفنان. المفروض يا استاذ حسين كنت بلغت ادارة التنظيم ان لو حصل مشكلة نحلها ازاي. لو حصل مشكلة على الريد كاربت وفي فنان او فنان جاي هيدخل بيته او بيتها، ده بيت، المفروض يقولوا لها اتفضلي، محدش يمنعها او لا، لتجنب المشاكل. ثانيا لان احنا فنانين والمهرجان ده مهرجان بلدنا ومهرجاننا احنا. واضافت: بيقول القاعة بتتسع ل1050 كرسي فقط، ومش هنقدر نستوعب كل الفنانين او مش هنقدر ندعي كل الفنانين. لو الدعوات راحت للفنانين بس الناس كانت هتدخل وترتاح. البلوجر مع احترامي ليهم، الفنان الاول وبعدين البلوجر. السنة اللي فاتت كان قاعد جنبي 3 فيهم 2 دكاترة وما طلعش البلوجر على الريد كاربت. وهند عاكف ما يتبعت لهاش دعوة، وعادي اخد دعوة من زميل، وانا جهزت نفسي وعايزة اروح مهرجاني وعايزة اتابع المهرجان، والناس تعرف اني رجعت وكانوا بيمنعوني. قلت لهم استحالة الدعوة نسيتها فعلا، وانا اول مرة اقول كده، وده عادي، ممكن زميلي يقولي معاكي دعوة زيادة. وساعات في المهرجانات اللي فاتت كانت الدعوة بتكون في العربية وادخل عادي. وحسين فهمي عمل تقريبا مداخلة، قال هند تقريبا جات القمر، وانا طبعا ما قلتش اني عاملة فستان ودرس، انا طبعا ما قلتش الكلام ده، يمكن هما بلغوا رسالة غلط، ما رحتش اوريهم الفستان هدخل بيه او مش هدخل بيه. لكن هو طالما عرف اني جيت المقر يعني انا عايزة احضر المهرجان. وكلمتك يا استاذ، كان ممكن يقول هاتي درس يصلح للمهرجان، والمفروض كان يكون في تعليمات والمشكلة اتحلت في ثواني على فكرة، وفي اكتر من شخص تدخل بصراحة. بيذكر أن منظمي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 44 منعوا الفنانة هند عاكف من التواجد على السجادة الحمراء للمهرجان. وأثار ما حدث غضب هند عاكف قائلة: أنا فنانة ومن حقي أدخل. أما من هي هند عاكف؟ هند عبد المنعم عاكف من مواليد 18 مارس 1970، وهي ابنة شقيق النجمة الاستعراضية الراحلة نعيمة عاكف، حاصلة على دبلوم تجارة عام 1987. بدأت هند عاكف حياتها العملية في السيرك القومي كلاعبة كاوتشوك، بعدها اتجهت بعد ذلك للعمل بالمسرح، ومن أبرز أعمالها العسكري الأخضر، الوادي الجن، وانتقلت بعدها للعمل بالتلفزيون والسينما، ومن أبرز أعمالها على باب الوزير، أنا قلبي دليلي.